السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وعلى طريق النجاح معانا مكملين، وان شاء الله الصوت يكون واضح عشان دايما في العربية الصوت ساعات بيعملها معانا. شباب سريعا كده واحنا ماشيين على الطريق الجميل، بندردش في حاجتين مهمين جدا. رقم واحد، الله يكون في عون الشباب. رقم اتنين، خطر استخدام الذكاء الاصطناعي دلوقتي علينا وعلى أطفالنا أكتر، عشان ما نطولش على بعض والفيديوهات الجميلة اللي هي من غير سكريبت. أحكي لكم الحكاية السريعة البسيطة اللي بقول فيها الله يكون في عون الشباب. أنا من قيمة كام يوم جالي اتصال من حد بقالنا كتير ما اتكلمناش مع بعض، كنا أصدقاء في الشركة، وإيه الأخبار وعامل إيه وبعد الكلام من ده كله حسيت ان هو عنده اكتئاب شوية، وخلاص ابتدى ان هو يبقى كاره الوظيفة ومش عارف يعمل ايه في حياته، والدنيا معاه ملخبطة وما عادش بيطلع من البيت. اكتئاب رسمي يعني، اكتئاب يعني من اللي هو بنقرا عنه في الكتب. وهو ما شاء الله يعني عنده أسرة وأطفال، وتخيل ان انت بقى يكون في شخص في البيت عنده الاكتئاب ده. فالله يكون في عون الشباب فعلا. لما اتكلمنا ودردشنا مع بعض شوية، وبعد كده بقول له يعني طيب انت ايه الهدف؟ ماشي كلنا كارهين الوظيفة، ولكن ايه الهدف؟ بتحاول تعمل ايه بعيد عن الوظيفة؟ المشكلة بقى والإجابة الصادمة اللي فعلا أنا ما سمعتهاش قبل كده أو ما فكرتش فيها قبل كده، هي إن أنا ما عنديش هدف. أعمل إيه؟ أجيب هدف منين؟ فالكونسبت بتاع الهدف نفسه مش موجود، فخلاني اللي هو واو، ممكن يكون فعلا في حد مش عارف يلاقي هدف. فابتدينا نتكلم شوية، قلت له بص، طبعا احنا قريبين من بعض بس بقالنا كتير ما اتكلمناش. قلت له بص، كلنا عندنا أحلام صح؟ من واحنا صغيرين، والأحلام دي بتتغير وبتكبر كل ما احنا بنكبر. أكيد لازم يكون عندك حلم. فابتسم كده وقال لي طبعا يا عم، يعني كلنا عندنا احلام وبتاع. ما هي دي الاهداف يا جماعه. هو ما هي الهدف بيجي ازاي؟ احنا بنخطط له ازاي؟ انا عندي حلم ان انا مثلا اركب عربيه حلوه، حلم ان انا يكون عندي شركه، حلم ان انا اكون مثلا يعني عندي ثقه في نفسي اكتر. حلم. ما هي الاحلام هي الاهداف. يعني اول خطوه في بناء هدف هو ان انت عندك حلم. لكن الناس مفكرة ان انا عشان يكون عندي هدف فانا محتاج اجيب ورقة وقلم، ومحتاج ادرس السوق، ومحتاج اشوف وافهم يعني ايه. لا 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 لا، ما فيش الكلام ده. احنا بني ادمين في الاول وفي الاخر. اي نعم، احنا في فيديوهات كتير اتكلمنا عن السمارت جول، ممكن ترجعوا عن الهدف الذكي، فيديوهات او فيديو الهدف الذكي، وقلنا سمارت هي كلمة ولكن الحروف بتاعتها بتشير لحاجات معينة عشان نقدر نحط هدف ذكي اللي هو specific، يكون محدد، اللي هو يكون measurable، اقدر اقيسه على on the go زي ما بيقولوا، وبعد كده يكون achievable اقدر احققه، وبعد كده يكون relevant لحياتي، بعد كده يكون التي اللي هي تايم لاين، ان انا حاطط لنفسي تايم لاين. ما ينفعش يبقى عندي هدف كده forever صح؟ ولكن هي بقى الفكرة، كلنا عندنا أحلام. أنا عندي حلم إن أنا أعمل تشامبيونز بالعربي، ده كوميونيتي كبير وبنقابل بعض وبنسافر وبنشوف بعض وبنشوف مين نجح ومين يقدر يساعدنا إن إحنا ناخد الخطوة اللي بعد كده. أنا عندي حلم، ده حلم ولكن حطه هدف وبسعى له. أي نعم، مع الأهداف الأخرى اللي تخص شغلي، وظيفتي، حياتي، مشروعي الخاص، لكن لا. مهم يعني الله يكون في عون الشباب. ولكن الفكرة هي ان احنا ما عندناش الكونسبت او ما عندناش ثقافة يعني ايه هدف صح؟ فاللي هو لا، انا هدفي او انا حلمي ان انا يكون عندي سايد هاسل زي ما بيقولوا، يعني دخل جانبي. طيب ما ده هدف. انا حلمي ان انا اسافر بره، اطلع من البلد اللي انا فيها. طب ما ده هدف. اسعى له بقى، اشوف مثلا الورق المطلوب،
احنا دلوقتي زي ما بقول يا شباب في عصر التكنولوجيا اللي احنا فيها، انت ممكن توصل للشركات العالمية كلها والله ويعملوا لك ريلوكيشن. الشركة اللي انا شغال فيها بتعمل ريلوكيشن كتير، بس بتدور طبعا على تخصصات معينة، فده حلم ممكن توصل له. يعني كل الأحلام، أعتقد الأحلام اللي هي واقعية ممكن تبقى هدف. وفي أحلام كانت على مدار التاريخ تحس إنها مش واقعية، زي مثلا عاوزين نطلع القمر، في بلاد طلعت القمر. عاوزين نشوف أصغر كوكب في المجرة، عملوا منظار وشافوا أصغر كوكب في المجرة. عاوزين الأبحاث الطبية نعالج المرض الفلاني ونفهمه. فالأهداف هي أحلام، وبلاش نعقد الأمور ونفتكر إن الحياة ورقة وقلم وبدلة وشنطة عشان إن أنا أكون إنسان متطور أو إن أنا أكون إنسان أحسن من النسخة اللي أنا عليها دلوقتي. لا، بلاش نكعبل الأمور. دي كانت نقطة على السريع، وعاوز أقول لكم بعد ما اتكلمنا وزي ما قلت لكم يعني هي في علاقة وطيدة ما بينه وما بين الشخص ده، فتقبل مني الكلام وتقبل مني النصيحة. بخصوص النصيحة في حاجة بس ممكن نعمل لها فيديو تاني إن شاء الله. تقبل مني الكلام وتقبل مني النصيحة، وابتدى يرتاح نفسيا. ابتدى اللي هو والله عندك حق، أنا إيه يا عم اللي مانعني؟ أنا عندي وقت، انا ممكن اشتغل على نفسي. انا حلمي ان انا اطلع من الشركه. طيب ايه ان انا يكون عندي بديل؟ انا خلاص سني بقى 40 بلس مثلا، عاوز اطلع من الوظيفه. ولكن في ناس برضو لما نتكلم عن الوظيفه شباب، الوظيفه عقبال ما تطلع منها ما تنساش انها مأمنه لك حاجات كتير جدا، وخاصه مثلا للي عايش هنا في اوروبا. انت ما فيش حاجه اسمها بين يوم وليله بقيت مثلا بره الشركه او في الشارع او لا. يعني اسوأ الامور ان انت لو الشركه قفلت، الحكومه بتدفع لك فلوس لمده سنه عقبال ما تلاقي وظيفه تانية. فاهمني؟ فالوظيفه برضو مأمنه لك حاجات، ولكن الاهم بقى من الوظيفه لو انت عندك حلم ان انت تطلع من الوظيفه، هي ايه بقى؟ ابتدي اشتغل على الحلم ده. صح؟ اوكي. تاني نقطة يا شباب والمهمة جدا، أنا فوجئت مؤخرا إن كل ما أكلم حد سواء صغير أو كبير يقول لي أنا سألت الجي بي تي وقال لي، أنا سألت الجي بي تي وقال لي، أنا سألت الجي بي تي وقال لي. شباب أنتوا عارفين طبعا هنا في القناة بنتكلم عن حاجات ممكن تكون سابقة شوية عن اللي هنكتشفه في الشهور القليلة القادمة. احنا في خطر رهيب، وخاصة اطفالنا. عارف يعني ايه سألت الجي بي تي وقال لي؟ يعني خلاص بقى انت بقى عندك مصدر واثق فيه ثقة عمياء، وبتكتب له وبتسأله عن حاجات، واللي هو بيديهولك هو ده خلاص بالنسبة لك المصدق. وده خطر كبير جدا. وعاوز اقول لكم الذكاء الاصطناعي ما اتعملش لكده. هو مش جوجل يا جماعة، مش اللي هو انا بفتح مثلا جوجل وبكتب عاصمة مصر ايه، عاصمة المانيا ايه. لا، الذكاء الاصطناعي يا شباب يا ابطال ما هو الا اداة عشان تطور من نفسك. انا مثلا كنت عاوز افهم على سبيل المثال يعني ايه ليرنينج ماشين، اللي هو عمل الثورة الكبيرة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي بتاعة الذكاء الاصطناعي، اللي هو بصورة مبسطة كده الذكاء الاصطناعي ابتدى يعلم نفسه بنفسه عن طريق باترن وعن طريق معلومات بتدخله وعن طريق ديتا وحاجات زي كده. ممكن استخدم فيها الذكاء الاصطناعي دلوقتي عشان افهمها. اشرح لي، ومش انت اللي تشرح لي. انتم ملاحظين حاجة برضو؟ الشات جي بي تي لما تسأل السؤال بيرد عليك بسرعة. ليه؟ لأنه هو خلاص عنده اكسس على بيانات النت كلها. تمام؟ ولكن جرب بقى تقول له ايه؟ دور على النت على آخر بحث اتعمل أو آخر تجربة اتعملت. هتلاقيه بقى يسكت شوية ويبتدي يلف الانترنت، وبعد كده يجيب لك البحث ده، وبعد كده انت تقول له طيب لخص لي البحث ده لواحد ما عندوش خبرة في الموضوع. هو ده الذكاء الاصطناعي يا شباب.
بنطور نفسنا باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن ما نوصلش ان كل حاجه نعملها. انا سالت الجي بي تي وقال لي طيب انا عاوز احسن من كتابتي للايميلز مثلا في الشغل او الانجليش، بقول للجي بي تي ده اللي انا عاوز اكتبه، طلع لي الاخطاء اللي فيها واشرحها لي ليه اخطاء. انا بتعلم. تمام. طيب انا عاوز اقوي نفسي في الانجليش، من دلوقتي هنبتدي نتكلم بالانجليش، ولكن انا عايزك كل بعد ما ابعت لك الجمله تقول لي ايه الاخطاء اللي فيها واحسن منها ازاي وتفهمهاني بطريقه بسيطه. ده يا جماعه مفهوم ان احنا عندنا تول، عندنا اداه مش ويكيبيديا، صح؟ فده موضوع خطر. انا يعني لو اتكلمت هتكلم لبعد بكره فيه. انا بشوف اطفال قاعدين يقول لك استنى ما اسال الشات جي بي تي. يا حبيبي ليه تسال الشات جي بي تي؟ هتساله عن ايه؟ طب لو الشات جي بي تي، ما تنسوش يا ابطال ان الشات جي بي تي هو صنع البني ادمين، صح؟ فهو بايزد، يعني هو عنده برضه حته الانحياز. يعني البني ادم اللي صنعه قال له مثلا لو اتسالت عن النقطه دي في السياسه قول ان انا ما بتكلمش فيها، ولكن لو اتسالت عن النقطه دي في السياسه اتكلم فيها باستفاضه، بحيث ان انت تشجع المتلقي ان هو دي تكون النظريه اللي هو يكتسبها بعد كده، مش السياسه بس، وفي العلم. فيا شباب بليز بليز بليز، يا رب يا رب نكون النقطه دي وصلت. انا ما بتعاملش مع الاداه اللي هو اساله سؤال ويقول لي لا. انا لو عاوز افهم عن حاجه بقول له يا باشا خش دور لي على النت، في النت، وهات لي البحث. البحث ده معمول ببني ادم، يعني البني ادم ده قعد عليه سنين او قعد عليه شهور عشان يعمله، وعنده معطيات وعنده براهين، بس بيدور لي يا باشا ويجيبهولي، وبعد كده انا اقول له لخصهولي، وابتدي اساله مثلا في البحث واثقف نفسي، بدل ما اقرا كتاب طويل عريض اقول له لخص لي الكتاب ده، وابتدي اساله فيه. طب يعني هو الكاتب كان يقصد ايه؟ اوكي، طب ليه الكاتب كانت نظرته لبطل القصه النظره مثلا دي؟ هل ممكن؟ وابتدي اساله. هو ده استخدام الذكاء الاصطناعي. عشان ما اطولش عليكم يا شباب، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع، ولكن نقطتين مهمين جدا. اوعى تكتئب، اوعى تكتئب، احلم وانزل كلم الناس على حلمك، وانت صدق حلمك، صدق حلمك ان انت راكب عربيه حلوه، صدق حلمك ان انت عندك شركه. اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. لما انت بتصدق نفسك وتشوف نفسك في المرايه الشخص ده، عقلك وقلبك واحاسيسك ومشاعرك خلاص بيبتدي يتأقلموا ان انت فعلا الشخصيه ده، والطاقه اللي حواليك بتبقى ايجابيه. وابعد عن الناس اللي هم الانرجي فامباير، مصاصين الطاقه. لا، خليك سراوندد او خليك حوالين ناس يكون عندهم طاقه ايجابيه. تمام. واقعد تكلم نفسك وافتكر ان مفيش حد، انا طبعا عمال اطول عليكم بس افتكر ان مفيش حد يوقفك او يتحداك في الدنيا دي غير نفسك، عقلك. وافتكر ان العقل بيميل للكسل. يعني لو انت قلت انا بكره من الساعه 6 هصحى عشان اكون انسان جديد، اوكي انت متحفز، صحيت الساعه 6، اليوم اللي بعديه صحيت الساعه 6، صدقني لان انا مجرب، اليوم اللي بعديه هتيجي الساعه 6 هتقول طب وبعدين يا ابو حميد ما تديها كمان ساعه، يعني انت صحيت اهو 6 يومين، ايه اللي اتغير في الدنيا؟ لا يا باشا، الاستمراريه هي الحل، الكونسيستنسي. انت لما بتحط بذره صغيره وتبتدي باستمراريه تحط لها ميه يوم ورا يوم في مواعيد معينه بتكبر. لو جيت عند وقت معين وقلت لا بقالها شهر واقفه على الحجم ده مش هاخد منها ثمره، خلاص يا باشا في غيرك مستمر، صح؟ لانه حاسس ان الاستمراريه دي هتوصله النتيجه. وتاني حاجه عشان اقفل الفيديو، بليز بليز ما تسيبوش اطفالكم وانتم. ليه انا هسال الجي بي تي؟ الجي بي تي قال لي اخطر شيء، واسمعوا مني، هجيلكم بدراسه اتعملت كمان كام شهر
يقول لك ان استخدام الذكاء الاصطناعي اصبح خطر لان بنستخدمه غلط. هو في احصائيات اتعملت لقوا ان 90% من البني ادمين بيستخدموا الذكاء الاصطناعي خطأ. انت متخيل 90%؟ فانت واحد منهم وابنك واحد منهم. لو بتقول له بتسأله سؤال وهو يديك الإجابة، لا، شات جي بي تي، الكلود، الجيميناي معمول عشان هو أداة يطور منك. صباح الفل عليكم يا أبطال، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك الجميل والسبسكرايب عشان ده بيشجعني، والكومنت الأجمل طبعا، ومع السلامة.